نوعا ما غريب الأطوار، دافع الريال وصل إلى مبتغاه لكن لم يحافظ على هذا الهدف في الدقيقة الأخيرة ما شاء الله. مثل ما توقعنا بداية المباراة كان الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف، وهذا ما تحصل عليه ريال مدريد، وهذا أفضل ما تحصل عليه، أفضل سيناريو لريال مدريد أنه يسجل هدف يعني في وقت مبكر مثل هذا، رغم أنه هو يعني بنيران هدف عن هل كان يستطيع شتيجن التصدي لهذه الكرة؟ لا، أنا بالنسبة لي كانت صعبة لأنه ردة الفعل والمسافة قريبة وقرب الكرة من القائم. بعدها سيطر برشلونة على أجزاء المباراة. بصراحة ريال مدريد تايه في المباراة وكأنه ينتظر مجرد تسجيل الهدف سواء من الجهة اليمنى أو حتى من الجهة اليسرى، وفي متوسط وفي عمق الفريق كذلك. كامافينجا في خط الوسط تايه تماما، كأنه لا يعلم ما هي الأدوار المطلوبة منه. لم يكسب أي كرة ثانية مرتدة من الدفاع رغم كثرة العرضيات اللي كانت من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى. الجهة اليمنى بالنسبة لريال مدريد كارفاخال اليوم خارج الحسابات تماما، لا هجوميا ولا حتى دفاعيا. فالفيردي كان متواجد في خط الوسط ولكن من غير فعالية فالفيردي المعتادة اللي هي قطع الكرة بكل قوة والارتداد السريع وتكملة الهجمة كذلك. فالجهة اليمنى كانت معطلة تماما بالنسبة لمدريد، وفي يمكن أكثر من هجمة حتى مودريتش أو حتى بنزيما لما يستلم الكرة من فينيسيوس ويحاول الاتجاه إلى الجهة اليمنى خيارات قليلة، لا يجد أي لاعب في الجهة اليمنى. تشوف تلقى فالفيردي داخل على النص يعني ضام كثيرا الى كامافينجا، وكذلك كارفاخال يعني واقف في الخلف. بالشكل هذا اذا لم يتدخل انشيلوتي، انا اعتقد انه تسجيل الهدف الثاني هو مجرد وقت بالنسبه لبرشلونه. برشلونه صحيح انه لم يكن بهذاك الاداء الفعال او الهجوم الكبير، ولكنه كم هجمه خطره تحصل عليها. بنزيما لا يستطيع ان يغرد وحيدا. فينيسيوس واضح طريقة الدفاعية اللي كان يتخذها برشلونة أمام فينيسيوس، اللي هو الضغط بأكثر من لاعب والكثافة العددية على فينيسيوس فتنهي خطورة فينيسيوس. هذا أثر على فينيسيوس حتى من المجهود البدني. ناتشو ترك وحيدا، الضغط تعرض إلى ضغط كبير من رافينها وكذلك أوراخو، وكان يمكن أن يطرد تحصل خلاله على كرت أصفر ممكن يتسبب في طرده في الشوط الثاني. على انشيلوتي في الدقائق الأخيرة كان يمكن أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية ناتشو. بالضبط. تشوامينو دخوله مهم، ناتشو خروجه لانه رافينيا لن يستسلم الشوط الثاني وممكن يتحصل على كرت احمر. رافينيا تقريبا انشط لاعب برشلونه، كامافينجا يروح ظهير يسار. هذه الدقيقه الحادية والأربعين كان مطالبه بخطا، لو احتسب الخطا لربما حصل بطاقه صفراء ثانيه، حيكون كرت احمر. لو كان الفار يتدخل في الانذار الثاني كان تحصل، هو الفار لا يتدخل في البطاقه الصفراء، كان ممكن يتحصل على كرت اصفر ثاني. ولكن من وجهه نظري كامافينجا يكون ظهير يسار، ناتشو يخرج عشان الكرت الاحمر. دخول تشواميني ضروري كلاعب ارتكاز. فالفيردي، وجود فالفيردي اذا لم يقم بادواره الهجوميه فدخوله رودريجو، او حتى انا افضل صراحه اسينسيو في الجهه اليمنى اكثر لدخوله ومحاوله التسديد من الجهه الخارجيه يعني في القائم الاخر. كيف طارق بعض الحالات في الشوط الاول؟ بدايه قويه من البارسا، من 7 8 10 دقائق الاولى الهدف اثر تاثير كبير على العكس ما اللاعب جاء. نشوف في الدقائق الاولى تقريبا البارسا افتك كثير من الكرات بسبب الضغط. شوف لهنا كم لاعب من البارسا، الضغط وتغيير الكره للجهه اليمنى. شوف لهنا تغيير كره للجهه اليمنى. رافينيا بالنسبه لي انا كان راجل الشوط الاول افضل لاعب برشلونه في الشوط الاول، افضل لاعب، سدد كثير، مرر كثير. والجهه اليمنى حتى اروخو بعد الهدف تحسن الاداء نتاعه ولا يمشي اكثر الهجوم، مشاهدناه هو كان وراء الهدف تاع. شوف الضغط البارسا اقلق ريال مدريد العشرة، لقى صعوبات كبيره اخراج الكره البارسا، يخسر الكره تمريره. تغيير اللاعب هام جدا بالنسبه للكره هذه بوسكيتس، وكان رافينا كان عنده امكانيه بيسجل الهدف الاول للبارسا. صعوبات كبيره ورجعت. شوف لهنا تسديده من سيرجيو روبرتو. سيرجيو روبرتو جيد اليوم، سيرجيو روبرتو ساعد كثير للهجوم. هدف وكره كانت قريبه جدا من الهدف. صحيح. ونشوفوا مودريتش، بالنسبه لي انا مودريتش قدم شوط كبير، يمكن نجم الشوط الاول في ريال مدريد. الناس الكل لا كروز ولا لاعبين ما قدموش. الوحيد اللي قد تشوفوا مودريتش يعمل. صحيح. شوفوا رغم كبر سنه نشوفوا وين مشى، يعني كان في وسط الميدان لعب الكره ومن بعد مشى الى الوهذا. شاهدناها في عديد المناسبات بالنسبه للاعب هذا في الشوط الاول. مشكله ريال مدريد
هو بنزيما مش داخل في المباراة اليوم، والجهة اليمنى الجهة اليمنى ضعيفة جدا، كل شيء على فينيسيوس، أكثر فينيسيوس. اليوم ماركة بين فينيسيوس واللاعب رافينيا، يعني الجهة اليمنى للبارسا والجهة اليسرى لفريق ريال مدريد. أعتقد أن مباراة يعني تعادل عادل بالنسبة للشوط الأول، رغم أن البارسا سدد أكثر على المرمى. لازم تحسن أداء خصوصا ديونغ اليوم ما عجبنيش كثير، ما ساندش كثير الهجوم. جافي ماهوش موجود في الشوط الأول، مختفي. وبطبيعة الحال بقى ليفاندوفسكي وخصوصا رافينيا هو الخطورة على اللاعب هذا على الجهة اليمنى. الحديث عن المباريات الماضية، في آخر زيارتين الريال فاز، وفي الموسم الماضي كان تفوق كبير لريال مدريد سواء على المستوى المحلي أو أيضا على مستوى الشامبيونز ليج. وذكر باسل أن برشلونة يمر في مرحلة تصحيح، هذا الموسم موسم تصحيح وإعادة بناء كان الفريق. لكن أعتقد مع تشافي في المباريات الأخيرة فاز على ريال مدريد في السعودية، فاز 4-0 في الموسم الماضي، وفاز 3-1 في السوبر، وفاز 1-0 في الكأس، ولا زال في مباراة الذهاب. والجيد أنه تعامل مع المباريات بتميز المدرب تشافي. لما شاف فينيسيوس في المباريات الأخيرة أفضل لاعب وأفضل مهاجم وهو اللي حرك في الريال، وضع له أروخو. في المباريات الأخيرة لما فاز 1-0 شاهدنا أول مرة نشاهد البارسا في تاريخ البارسا يلعب بالطريقة الدفاعية. صحيح. لعب ب10 مدافعين طوال 45 دقيقة الثانية. تنازل عن فلسفة تاريخية، تنازل عن الفلسفة لكن فاز وفاز، وهذا نجاح كبير. لماذا فاز؟ لأنه دفاعه أصبح قوي. دفاعه الموسم هذا أفضل دفاع في الدوري، من أفضل دفاعات في أوروبا. أروخو، كريستنسن، كوندي وبالدي معهم تير شتيجن يقدموا في موسم رائع اللاعبين هذوما. ولهذا لاحظوا أن في الكلاسيكو تدخل المدرب هام جدا. في الموسم الماضي تذكر محمد لما انهزم الريال 4-0 ايش عمل؟ ما لعبش بنزيما. مودريتش لعبوا كراس حربة وهم وخسر المباراة. يعني تدخل المدربين هام جدا في المباريات هذوما، سواء في التشكيلة أو في الشوط الثاني لما يقوم بتغييرات. ولهذا البارسا الموسم هذا في الدوري حاضر وجاهز، يقدم في مستوى جيد. والبارسا تغير لما أصبح يلعب ب4 لاعبين في وسط الميدان، لما جافي وبيدري مع ديونغ وبوسكيتس. اليوم يلعب سيرجيو روبرتو وجافي وبوسكيتس وديونغ 4 ضد 4. لا ننسى حتى فريق الريال يلعب ب4 لاعبين في وسط الميدان، ولازم تكون معركة كبيرة لوسط الميدان. لكن بالنسبة لي أنا أهم شيء هو دور فينيسيوس مع أروخو، لأن اليوم فينيسيوس هو الخطورة الكبيرة لريال مدريد على الجهة اليسرى. لما الفريق صعوبات كبيرة يلعب مع فينيسيوس، ولهذا وضع له أروخو. ثم بالنسبة